أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في قناتكم وقناتي الليدي سام. إن شاء الله تكونوا بخير وبأفضل حال. اليوم راح نعمل لكم منيو ولا قائمة وجبات الأسبوع. ما تكفيش أسبوع كامل لكن تكفي بعض الأيام. المهم أنا نحضر وجبات باش نساعد بها وننظم بها وقتي في الأسبوع. لايكيو وبارطاجيو لا فيديو، يعني اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنتين، وكذلك اعملوا لايك للفيديو باش ندير لكم الجزء الثاني تاع السلطات. فلنبدأ على بركة الله. ليتس جو. اذا قلت لكم اني راح نعمل بعض الوجبات وانا ضد التجميد لمده طويله. انا فقط نساعد روحي في الاسبوع باش نلقى عندي دي بلا يكونوا فخي، يعني يكونوا طازجين، ويعني كل واحد ياكل يعني اكل منزلي. نبداو. عندي لهنا بطاطس، يعني طيبتها في الماء كيما حنا نقولوا بالدرجه مشرشمه، و رحيتها ودرت لها بهارات. هنا عندي اوراق لازانيا. دوك التفاصيل كامل تلقوها في الفيديو، فقط تبعوا معايا الفيديو للاخير. هذه بعض البهارات، وهذه كذلك الصلصه العجيبه نتاعي اللي نعملها بالطماطم والبصل. ان شاء الله نشاركها معكم، نوجدها دائما تعاوني كثير. اذا هنا عندي بعض البهارات. راح نعمل هذه بطاطا مقليه، ماشي بطاطا مقليه، حنقليها من بعد الاولاد هذه، لانه دائما وجباتي تكون صحيه، لكن احيانا الاولاد يحبوا لي فخيت على بالكم. دونك مش راح نحتم عليهم ياكلوا كلش اكل صحي، مازالوا صغار ما يفهموش يفهموني بصح يحبوا يسخفوا على الحوايج. فوالا هذه هي. اذا هذو لهنا اجنحه الدجاج، درتهم بالبهارات وراح نعملهم نحطهم في الكونجيلاتور، في المجمد. ما يكفيوش المره واحده. دونك كل مره نلم هكذا اجنحه نديرهم في ليزيبيس حتى نلم الكميه الكافيه باش نقدر نديرهم طبق. وكاينه غوسات تاع اجنحه دوك نحطها لكم في صندوق الوصفه اللي عملتها في القناه. هنا نفس تحطي البهارات اللي حبيتي، فلفل اسود، اي حاجه، اي بهارات اللي تحبي ديريهم ديريهم على حساب انتي واش تحبي. دونك عندي لهنا افخاذ الدجاج، راح ندير لهم الملح وندير لهم نفس الشيء البهارات. انا قلت لكم التتبيله ديري واش تحبي، كيما لهنا درت انا كيما احنا نقولوا بالدرجه راس الحانوت، فلفل اسود، حطيت طماطم. دونك كل واحد واش يحب يدير. انا تصون هذه حاجه يعني اختيار شخصي. دونك لي زيبيس البهارات تحاولي انك تدخليهم بيان في اللحم تاع الدجاج وما بين الجلد واللحم تاع الدجاج باش كي لانه كل ما حطيتي البهارات يعني بشكل جيد راح يتشرب اللحم يعني البهارات ويجي بنين ولذيذ كثير. ولا عدتي راح تبيتيهم في اللحم يعني باش يجي لا سافور تاعو بنينه. لهنا الكاميرا راهي تشطح لاني راهي ترقص لانني نصور بايد ونعمل بايد. فوالا. اذا هذا النصف الثاني، نصف راح نحطه في المول لانني ان شاء الله غدوه ولا نطيبه في الفور، يعني نطيبه في الفور يعني في الفرن. والنصف الثاني راح نحطه في المجمد. انا قلت لكم التجميد انا ما نجمدش لفترات طويله، فقط في هذاك الاسبوع، لانه التجميد راح ينقص كثير من كيفاش يقولوا من القيمه الغذائيه اللي هي لا فالور نيوتريسيونيل. دونك حاولوا انكم قدر الامكان ما تجمدوش الاطعمه، ولا جمدتوهم على 3 ولا 4 ايام فقط، يعني ما تخليوش. اذا البهارات اللي قعدوا في الطبسي زدت لهم شويه ماء وحطيتهم في المول هذا تاع زجاج. ملاحظه فقط لما تحبي هذا المول، اللي مول هذو اللي مخدومين بالزجاج ما لازمش تحطيه تخرجيه من الثلاجه مباشره تحطيه في الفور. لازم الزجاج يولي عنده درجه الحراره المطبخ بعدين باش تحطيه في الفور، لانه لما تحطيه مباشره بارد تحطيه في الفرن سخون راح الزجاج راح يتكسر يعني يطرطق المول. دونك هذه ملاحظه فقط. انا لازم تحطيه شويه في لا تمبيراتور امبيونت. اذا انا كل مره لازم تنقصي شويه الماعن، تنظفي المكان، لانه ما تخليش الماعن يتراكموا هكذاك تولي الخدمه تجيك صعيبه وممله. اذا عندك لهنا صدور دجاج، دائما انا لهنا نحي الفيلي تاع الدجاج ونخلي العظام هذو ندير بهم مرق الدجاج. اذا انا المرق الدجاج ما نشريهش، نخدمه في المنزل. فوالا دو ات يور سيلف. نخدم كاين حوايج بزاف نخدمهم في المنزل يتباع مرق الدجاج، لكنني نخدم وحدي. دونك فوالا العظام هذو فوالا اغمان مون بوتي شاتو، هذا القط تاع ابني. هذوك العظام كي يطيبون نعطيهم للقط، لانه الحيوانات المنزليه ما تعطيولهمش اللحوم يكونوا نيئه، لازم دائما ياكلوا اللحوم تكون طيبه، ماشي كيعاد قط يعني تعطيله اي حاجه. سورتو كيعود القط طيبه بلوتو ماشي القط عايش معاكم، لازم ياكل حوايج يكونوا
اذا لازم الله نعطيو للقط حوايج يعني طايبين باش ما يجوش حاشاكم الديدان في لي زانتيستان في المصار نتاوعو، لانه بعدين نتوما تاع رايحين تتعداو يعني لا كونتاميناسيون لانه عايش معكم في المنزل. اذا درت صلصه ودرت لها البهارات، صلصه بلوتو صلصه الدجاج. لهنا عندي صدر الدجاج نصف واحد، درت فيه بصل ودبشه اللي هي كزبره خضراء، نصف ثاني كذلك حطيت ثاني بصل، نصف حبه بصل مع كزبرة خضراء. راح نرحيهم دوكا في الروبو اللي هو حاجة خلاط كهربائي ولا كيفاش حنا نقولوا له الروبو بالدارجة، يعني اللي نرحي فيه اللحم. دونك نصف راح نديرو شوية يكون فوالا ليفي ماجيك تاع اليوتيوب ترى. هذا الاول شغل ريحته تقريبا كما يقولوا الكبة، يعني ريحته يعني ناعم جدا. اما هذا الثاني ريحته شويه يجي شويه يعني طرف طرف رقاق، يعني بالنسبه للاخر يكون شويه خشين ليه، لانه الاول راح ندير به لازاني، لا صوص تاع لازاني. ماشي ماشي لازان على بولونيز نو، دوك نحط لكم اللينك تاعو في صندوق الوصف، لانني دايره لازان على بولونيز في قناتي، دوك اللينك تلقاو في صندوق الوصف. دونك هذه صلصه بالدجاج، لا بولونيز تلقى نديروها باللافيون داشي اللي هو لحم يعني احمر مرحي. دونك حطيت لها شويه زيت وراح نقليها، نقلي لاصوص تاع اللازان. دونك لهنا عندي مرق الدجاج، زدت له ضفت له الماء الساخن، ولا هنا الماء ما سخونيش مليح ما نكذبش عليكم، زربت حطيته لانه كان ما عنديش الوقت بزاف. فوالا دونك هذوك العظام ما يحتاجوش مده طويله باش يطيبوا، باش نعطيهم القطي الصغير. اذا سكرت لهنا على لاصوص تاعي طيب على نار هاديه. لهنا هذه الصلصه تاع الدجاج اللي هو كما شفتوه قبيله، اللي هو الدجاج اللي ريحته. دونك لازم طيبيه مليح مليح مليح. هذه الثاني راح نعملو دي بولات تاع دي بولات تاع لا فيوند تاع بولي اشي اللي هو دجاج مرحي. هذو لي بولات من بعد هذو كريات الدجاج راح نحطهم في لاصوص اللي كنتو تشوفيها فيها دركا، مرق الدجاج راح نحطهم في لاصوص من بعد ماشي اليوم، لاصوص نخبيها في الثلاجه. ولي بولات دو فيوند اشي تاع البولي اشي تاع الدجاج المرحي نحطها في المجمد. بعدين لما نحتاج مثلا نروح العشيه ولا مثلا نجبد الصلصه نحط فيها لي بولات هذو تاع الدجاج، مع راح نضيف لهم كاس تاع شعريه اللي هي دويده كما حنا نقولوا فيرميسيل، راح ندير بها شوربه فيرميسيل. تحبي ديري معاهم اي حاجه واحده اخرى، مثلا تحبي ديري كسره اي حاجه تحطيها معاهم، تحبي ديري اونطري بوراك اي حاجه. انا اشاك فوا نبدل نغير لي غون، فوالا هذه كل مره نبدل لي غون، يعني حاجه ايجينيان وخلاص. دونك لهنا راني راح نخدم اللازاني، هذيك لاصوص الصلصه اللي طابت هذيك صوص بيشاميل، هذو اوراق اللازانيا غليتهم في الماء والملح تقريبا يطيبوا 80%. ومن بعد دوكا نستف ثاني نفس الشيء في كوش تاع لازاني، كوش تاع الدجاج، كوش تاع كوش يعني طبقه نتاع فرماج، وهي رايحه كيما تخدموا اللازاني. لهنا راني نفصل فيها اون ديغي راني نفصل في فستان. الطبقة الأخيرة لازم نضيفوا فيها فرماج، يعني فخوماج أي نوع من الجبن، يعني مثلا شيدار غريير. أنا دوكا اليوم ما عنديش، دونك أنا راح ندير عليه سيلوفان نخبيه في الثلاجة، كي نعود راح نطيبه نضيف عليه الجبن من الفوق لأنه راح ينشف. لو كان ما تحطيش الجبن يجيك ناشف، الطبقة الفوقانية تجي ناشفة. دونك لازان كما قالها وليدي دان خلصتها. دونك نكملوا الاطباق الاخرى. ما تنساوش بارطاجي لايكي وبارطاجي لا فيديو باش ندير لكم بعد ان شاء الله الجزء الثاني تاع السلطات. ما كفانيش باردون الشارج تاع التليفون خلاص لي لاسباس ستوكاج في التليفون. دونك ان شاء الله نهار واحد اخر نزيد نصور تاع الخضار ونرجع لكم ونصور نديرها لكم في اليوتيوب. اذا هذو لي بولات تاع البطاطا اللي هي احنا بالدرجه نقولوا لها سفيريه. دونك درت لها حفره في النص نحط فيها الجبن، وبعدين دوك راح نديرها في لا شابلور اللي هو خبز مرحي. فوالا هذا خبز مرحي ثاني نفس الشيء. لا شابلور نخدمها وحدي في المنزل ما نشريهاش، كاين اللي يشيروها انا نخدمها وحدي. فوالا هذو اطراف يعني تاع التشيكن ناجت درتها في ليزيبيس. هذا الطبق راني صورته مازال فقط ما عملتلوش المونتاج، دوكا كي نديرو المونتاج ونبعثو يعني نديفوزيه سور لاشين ندير اللينك تاعو في صندوق الوصف. اذا ما تنساوش توجور لايكي بارطاجي لا فيديو، شاركوها مع مع اصدقائكم ايتو. فوالا دونك لان حطيت لا شابلور اللي هو خبز مرحي،
فوالا نرمد هذوك لي بولات يعني الكريات تاع البطاطس في لا شابور باش تكون من بعدا شو تفاصون الاطفال يحبوهم مقليين في الزيت. انا احيانا نحطهم فقط في الورق تاع ورق الطهي ونحطهم في الفور. انا تفاصون مي با يعني كيما نقول حناكلهم انا نحطهم في الفرن، تقدري تشويهم في الفرن، تقدري الاولاد يحبوهم مقليين في الزيت يعني. دونك فوالا انا ما يقدروش الاولاد يعني ياكلوا كلش صحي 100%. على بالكم اولاد صغار فوالا صعيب شو انك تقنعيهم باش ياكلوا كلش صحي. فوالا اذا اذا هذو لي تشيكن ناجت راح نحطهم نفس الشيء، راح نحطهم في لاشابور ثاني اللي هو خبز مرحي. والطريقة نحطهم في العلبة هذه تاع البلاستيك، ومن بعدين تشيكت كلي راكي تخدمي في الشيكت تاع البروتين باش يديك ما يتخمجوش، لانه لاصوص راح صلصة راح تلصق لاشابور في الاصابع وخلوطة يعني. دونك هكذا بشوية يقعدوا يديك ما همش. فوالا هذه هي برك بوغ ايفيتي دونك نحط شوية شابور في العلبة، ونحط اطراف الدجاج اللي هما تشيكن ناجت في العلبة. فوالا تلقاهم واجدين. تحبي تزيدي معاهم فرنش فرايز يعني بطاطس مقلية، تحبي ديري معاهم ماسيدوان، تحبي ديروا معاهم اي نوع من يعني حاجة اخرى معاهم. دونك هذه اللي هنا كذلك هنا شوربات العدس الاحمر نفس الشيء. انا عملتها في القناة ونحط لكم اللينك تاعها نفس الشيء، نحطه في البايو. حطيت البهارات تحطي واش تحبي. دونك هنا غسلت كاس تاع عدس احمر حطيته في لابواط. هذه الخضر نقيتها ونقطعها طرف ونحطها في العلبة نفس الشيء وتكون واجدة. دونك تحبي تطيبيهم مباشرة تقليهم في شوية زيت وتضيفي عليهم الماء سخون. تحبي نفس الشيء تحطي عليهم قطعة دجاج وتوتي بخي كلش واجد. دونك هكذا تعاوني روحك بيان. انا كيوعد عندي وصفات هكذا حوايج موجدتهم في الثلاجة. دونك نستراح نفسيا لانه ما نحبش ناكلو جينيرالمون الاكل يعني تاع المطاعم تاع برايتو يعني. ناكلو الاكل في المطاعم لكن دو بريفيرونس الواحد يطيب يعني في المنزل. خلاص خلصت شغل. دونك الحاجه الاخرى راح ندير لكم ماغوتين كيفاش ندير اذا حنعمل ماسك ليديا اللي هو سامبل ايزي يعني فيري ايزي سهله مهله. هو تاع السكر والليمون. لان السكر راح يعمل كشغل كانه مقشر ينحي. بورتو انا نستعمل لي غون بصح يعني باش تحافظي على يديك لازم تستعملي لي غون يعني ما تستعمليش بزاف مواد. كي تستعملي مواد التنظيف لازم دائما ديري لي غون. امام بعض البهارات يخليو هكذا تسبغات في الايدي. الليمون مليح بزاف للبشرة سواء بشرة اليدين ولا بشرة الوجه ولا الجسم كامل. دونك لهنا باش كي البقع يعني الصفراء ولا البنية ما تجيش في التصبغات في اليدين. دونك يتنحاو. ثاني نفس الشيء لانه فيتامين سي يساعد كثير على انتاج الكولاجين يعني يساعد البشرة باش تنتج الكولاجين ويفتح البشرة. عندك شنو ملاحظة؟ ما تعمليش الليمون وتكسبوز سوري يعني ما تتعرضيش للشمس بعد ما تعملي الليمون لانه راح على المدى الطويل راح يعمل لك بقع بنيه. مش ده ماهوش اليوم فيديو تاع تجميل لكن فقط عملت لكم الروتين تاعي. بعد ما تخلصي لازم تنظفي يديك تعملي دوش لروحك انتيا دوش تنظيف يومي تاع جسمك ماشي غير المطبخ وتنسي روحك. دونك كيما احنا نقولوا تاع بكري لازم تكوني كلش فوالا. اذا لهنا عندي لهنا الفازلين بعد ديري الفازلين هما يديك هكذا اوميد يعني من الدين يعني رطب يعني رطبه اوميد جو سيبا كيفاش يقولوا. اذا هذه هي ما روتين. نكمل بعدين تعملي ديري دوش تاعك لهلا. دونك تو توبوز نفسيا ولا جسديا. اذا مام لي فيتمون اللي تعملي بهم المطبخ تحاولي انك تغيريهم باش ما تقعدش فيهم ريحه الطبيخ. اذا ما تنسوش لايكي بارطاجي لا فيديو باش نعمل لكم الجزء الثاني تاع السلطات. الى اللقاء باي.